تعالوا لما اقولكوا بقى ازاي نعمل الفراخ المشوية بأسهل طريقة حلوة وبسيطة جدا. لو مكسلة وما عندكيش وقت قومي اعمليها حالا. التتبيلة رائعة. هنعمل النهاردة ألذ وأسهل تتبيلة لأوراق الدجاج، حاجة مش طبيعية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير ومتابعة. اول حاجة معايا اوراق الدجاج في طاسة على النار فيها مكعبين زبدة. هنزل بالوراك عشان تاخد صدمة، واول ما تاخد لون ذهبي هقلبها على الناحية التانية تاخد نفس اللون واطلعها. وبس كده تاخد لون الذهبي الفاتح. وبعد كده هجيب الخلاط وهنزل فيه ب3 حبات طماطم و2 حبة بصل وقرن فلفل رومي. وبعد كده هنزل بالبهارات، ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات فراخ و7 بهارات ومعلقتين صويا صوص وربع كوباية زيت، واضربهم في الخلاط كويس. وبعد كده جبت طاجن من بتوع الفرن وهنزل بأي خضار عندي، طماطم فلفل رومي بصل 5 فصوص توم وشوية من التتبيلة عليهم. وبعد كده هنزل بالفراخ وهضيف عليها باقي التتبيلة، وكده جاهزة. هدخلها الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة ساعة أو على حسب حجم الفراخ. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، وريحتها قلبة الدنيا وطعمها رهيب. تتاكل بقى مع رز ابيض، بجد عظمة. واشوفكم في فيديو جديد في اكلك ألذ مع بنات العيلة. وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات.